يا ليلة قد اكتست بنور بل زينت وجهها بالنجوم في فرحة بمولد المسيح إذ جاء كي ينتهي عهد الظلام قد أنشد جند السماء نشيدا المجد للآب العلي الرحيم هيا اسجدوا وسبحوا مالكنا وعظموا. لقد تجسد من مريم العذراء وولد بالجسد ليلدنا بالروح، تواضع لكي يرفعنا، اتحد بطبيعتنا ليعطينا موهبة الروح القدس، لأنه يوم ميلاد ملك الملوك ورب الأرباب، وإن تجسده كان من أجل خلاصنا. حضرة الأب جميل المحترم، أبناء الكنيسة الأعزاء، أحبتنا أعضاء أنشطة خورنتنا كاتدرائية مرئيث آلاها، ضيوفنا الكرام، نبقى الآن مع مسرحية الميلاد تقدمها لنا أخويتي، أخوية مار يوسف للمرحلة الإعدادية وأخوية إخوة يسوع للمرحلة المتوسطة، شكراً للهدوء والإصغاء لنتاج شبيبة كنيستنا. وفي الشهر السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف، واسم العذراء مريم، فدخل إليها فقال: شلام الله مليثانا من مقوبي ثام كل يامي طنت من روح دمريا دماهو يا برون دعليا برخيلي بيرق قدشان يا هيكلاد روحك قدشان يا هيكلاد روحك قدشان. فداخلها لهذا الكلام اضطراب شديد، وسألت نفسها: ما معنى هذا السلام؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فقد نلت حظوة عند الله، فستحملين وتلدين ابنا فسمه يسوع، سيكون عظيما وابن العلي يدعى، ويوليه الرب الإله عرش أبيه داود، ولن يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا ولا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: إن روح القدس سينزل عليك، وقدرة العلي تضللك، لذلك يكون المولود قدوسا وابن الله يدعى. فقالت مريم: أنا آمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها. وكان يوسف خطيب مريم من بيت داود،
رجلا بارا فلم يرد أن يشهر أمرها، فعزم أن يطلقها سرا، وما نوى ذلك حتى تراءى له ملاك الرب في الحلم وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأتي بامرأتك مريم إلى بيتك، فإن الذي كون فيها هو من الروح القدس، وستلد ابنا فسمه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب. وفي تلك الأيام صدر أمر عن القيصر أغسطس بإحصاء جميع أهل المعمور، وجرى هذا الإحصاء الأول إذ كان قيرينيوس حاكم سوريا، فذهب جميع الناس ليكتتب كل واحد في مدينته. وصعد يوسف ومريم أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي يقال لها بيت لحم، فقد كان من بيت داود وعشيرته، ليكتتب هو ومريم خطيبته، وكانت حاملا. وعندما حان موعد ولادة مريم قام يوسف بالبحث عن مكان ليقيموا فيه، فلم يجدوا منزلا أو غرفة في فندق، فوجدوا مغارة لتضع فيها مولودها. وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية يتناوبون السهر في الليل على رعيتهم، فحضرهم ملاك الرب وأشرق مجد الرب حولهم، فخافوا خوفا شديدا.
فلما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: هلم بنا إلى بيت لحم فنرى ما حدث، ذلك الذي أخبرنا به الرب. المجد لك أيها المسيح ابن الله، يا من تجسدت لأجلنا. المجد لك أيها المسيح ابن الله، يا من تجسدت لأجلنا. المجد لك. إني أبشركم بفرح عظيم، ولد لنا مخلص وهو المسيح. المجد لك أيها المسيح ابن الله، يا من تجسد لأجلنا. الشاب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. المجد لك أيها المسيح ابن الله، يا من تجسد لأجلنا. المجد لك أيها المسيح ابن الله،
تجسدت لأجلنا المجد لك. شكرا جزيلا للأخويات وكوادرهم على جهودهم ومبادراتهم في تهيئتهم للمسرحية الرائعة، فالصفقة قوية جدا 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 جدا، يستاهلون. برافو. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: هو ذا الملائكة ترتل ورؤساء الملائكة تغني في انسجام وتوافق. اتحد الكل معا لتكريم ذلك العيد المجيد، ناظرين الإله على الأرض والإنسان في السماء، الذي من فوق يسكن على الأرض من أجل خلاصنا، والإنسان الذي هو تحت يرتفع إلى فوق بالمراحم الإلهية. هو ذا بيت لحم تضاهى السماء، فتسمع فيها أصوات تسبيح الملائكة من الكواكب، وبدلا من الشمس أشرق شمس البر في كل جانب. شكرا لكم ولإعطائكم مفهوم الميلاد لكي نعيش بفرح هذه الأيام المباركة. أيها الإله القادر على كل شيء، لقد أفاض علينا تجسدك بميلادك نورا جديدا، فليضئ هذا النور بالإيمان بصائرنا. نبقى الآن مع التأملات الميلادية مع الأخت منيرة قلب يسوع والمكرسة مياد الكرملية، مشكورتين. أكيد التأملات اجتي بوقت متأخر لأنه أبونا يوسف اليوم ما قدر أن يحضر، نطلب له الصحة والعافية، شوية كان تعبان هالأيام، لأنه كان أكو حوار ميلادي مع أبونا يوسف. سويناها تأملات، ولكن راح نشوف الله والخليقة بالبداية. هي مو ميلادية مالتي، راح تكملها ميادة المكرسة، هي راح تكمل عن الميلاد. الله والخليقة، نشوف ربنا راح يحكي معانا بطريقة زمننا، راح يكون أكو أشياء فما يخالف ما نستغرب بيها. كان قد مضى على خلق الله للعالم سنين طويلة، فأراد أن يطمئن على ما صنعته يداه، فجلس أمام الكمبيوتر ووضع أول CD. أول CD كان عن الطبيعة، جبال، تلال، وديان وأنهار وبحار. قال: حسناً، يبدو أنها ما زالت رائعة كما خلقتها مع بعض التغييرات الطبيعية بمرور الزمن. وبعدها الكواكب والنجوم، ثم وضع CD الشمس والقمر والكواكب والنجوم. كانت رائعة علق الله. بالرغم من جهود الإنسان لتغييرها، ما زالت تسير حسب النظام الذي منحته لها. الحيوانات، ثم وضع الله CD الحيوانات، فكانت حسناً، ربما انقرض البعض منها، ولكنها ما زالت بألف خير. وأخيراً الإنسان، ثم قال: فلنطمئن الآن على ما يحبه قلبي للغاية، فوضع CD الإنسان الذي يحبه للغاية. مع الأسف كان اكو إيرور، ويا للمفاجأة، انطفأ السيستم فجأة معلناً أنه مضروب كلياً وليس من الممكن الدخول إليه. خلاص ما يقدر بعد.
حزن الله جدا، ولكنه لم يفقد الأمل، وتذكر أنه لديه عدة برامج لتصحيح الأخطاء التي تطرأ على الإنسان. لابد من الحل، فبدأ المحاولة لتصحيح الأخطاء، ووجد أنه هناك 3 أشياء أساسية قد انضربت في السيستم، اللي هي الإرادة، الحرية، وأيضا الحب. فدخل على الإرادة فذهل. ماذا حدث للإنسان الذي وهبته إرادة حرة يتغلب فيها على كل شيء، وما باله يسير منحني الرأس؟ فأمر البرنامج بإصلاح الإرادة، فأجاب: الدخول إلى الإرادة ممنوع. حين خلقت هذا البرنامج قلت: فلتكن إرادة حرة لا يستطيع أحد مسها. فدخل على الحرية، ويا للعار، ألم أهبه حرية يحمي بها كرامته وكرامة إخوته؟ لماذا أصبح مستعبداً لشهواته، للمال، للأنانية والخلل الكبير؟ فطلب من البرنامج أن يصلح الحرية، فأجاب: الدخول إلى الحرية ممنوع. حين خلقت هذا البرنامج قلت: فلتكن حرية مطلقة، الإنسان فقط يستطيع التحكم بها. وحين دخل الله على المحبة في الإنسان لم يتفاجأ، فمن الطبيعي بعد فقدان الإرادة والحرية أن تكون بذرته التي زرعها في الإنسان قد ماتت. فها إن قايين ما زال يقتل أخيه لأسباب سخيفة. فحزن الله جدا لرؤية من أحبه للغاية يسلم ذاته بإرادته لحكم الموت، وعلم في قلبه أنه ليس هناك أي مضاد لهذا الفيروس سوى من خلق البرنامج بالأساس. فأرسل ابنه الوحيد شافياً بموته كل إنسان يقبل بإرادته أن يمر به إلى الحياة الأبدية، إلى الحب الذي لا يموت. نشوف ربنا كيف يكتشف اليوم حرية الإنسان، وكيف يعمل مع إرادة الإنسان، وأيضاً مع الحب اللي عطاه للإنسان. نشوف المسيح اليوم ولد في عالم مظلم وأشرق عليه بنوره. هكذا يمنح الله الاستنارة للعالم ويرشده إلى سواء السبيل. ولد المسيح بليلة باردة جدا من ليالي الشتاء، وسط مجتمع شملته البرودة الروحية لفترة طويلة من الزمن. ما كان أكو أنبياء، ما كان أكو روحية، ما كان أكو حضور ربنا بهذا الزمن، ما كان أكو صلة بينه وبين الله، وبلا افتقاد إلهي وبلا معونة من الروح. قال عنه المسيح فيما بعد: جيل فاسق شرير يطلب آية ولا تعطى له. معناته هذا الجيل اللي كان قبل الميلاد ربنا كان يريد يقول لهم: أنتم مدى تفتهمون حضور الله ولا اكتشاف الله بحياتكم. الله عطاكم الحرية، الله عطاكم الإرادة، والله عطاكم هذا الحب. شلون ممكن نعمل ريفريش إلى هذه الكلمات اللي ممكن ربنا عطاها لنا اليوم؟ جيل حارب المسيح وحارب معجزاته ووصاياه، لذلك قيل عنه: إن النور أضاء في الظلمة. ولهذا ربنا من إجا هذول الأطفال اللي هسه مثلوا حضور ربنا، ميلاد ربنا، كان أكو ظلمة قبل، واليوم صار أكو نور، والظلمة لم تدركه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. على الرغم من هالظلمة العصر أحيط الميلاد المجيد بمجموعة من القديسين، بالرغم من الجيل الفاسق الشرير اللي قال يسوع عنا. كان أكو ناس قديسين، كان أكو ناس يكتشفون حضور الله بحياتهم. من بين هؤلاء القديسين كان زكريا
أحد الأول من البشارة كان عن زكريا وأيضا زوجته اليصابات، وكيف بشرهما الملاك بميلاد ابنهما يوحنا المعمدان. كان كلاهما بارين. كلمة البار إنسان يكون أمين على حضور الله، على رسالة اللي راح يعطيها للآخرين، سالكين في جميع وصايا الله بلا لوم ولا عيب، بلا لوم ولا عيب. ولهذا ربنا راح يذكر الناس اللي هم بارين أمامه. وأيضا معهم وجد يوسف النجار وسمعان الشيخ، سمعان الشيخ اللي حمل يسوع بالهيكل، وحنا النبية اللي كانت تعمل بالهيكل 82 سنة، كانت أرملة، اكتشفت حضور الله بحياتها وقدرت أن تعطي هذه البشرى أيضا للآخرين. كلهم هذولا كانوا يقومون بالهيكل بالصوم والصلاة ليلا نهارا. مع هؤلاء عاشت أيضا القديسة مريم، أطهر امرأة في الوجود. بهذا الزمن اللي قال يسوع جيل فاسق شرير، كانت موجودة مريم العذراء، كانت تعيش حضور الله مريم العذراء التي استحقت أن روح الله يحل عليها وقوة العلي تظللها، واللي بشرها الملاك بميلاد ابنها. كانت الوحيدة بالعالم اللي ولدت ميلادا بتوليا. ماكو وحدة ولدت مثل ما نقول جابت طفل وهي بتولة. الوحيدة العذراء القديسة اللي كانت بهذا الزمن الفاسد، بهذا الزمن اللي ما ممكن كان اكتشاف حضور الله، مريم العذراء جابت يسوع بمعجزة لم تحدث من قبل ولم تتكرر فيما بعد. ما ممكن مرة ثانية راح يكون أكو عذراء أخرى راح تجيب المسيح. كل أولئك كانوا موجودين بعصر واحد، هو وقت ميلاد المسيح. وجود أولئك القديسين بذاك العصر المظلم اللي يعطي رجاء بأن روح الله يعمل حتى في العصر الخاطئ المبتعد عن الله. اليوم نقول كثير من المرات الناس يسألون وأيضا احنا نسأل، شلون راح نعمل مع هذا الجيل اللي دا يجي واللي ما عنده هذا الإيمان الثابت؟ راح نعمل لأنه ربنا دا يعمل، لأنه ربنا دا يعمل. ربنا عمل مع الأشخاص اللي ما كان أصلاً كاشفين حضور الله ولا كاشفين الأنبياء ووصايا الله، كان أكو موجودين قديسين. اليوم شلون ممكن أن نستفاد من هذه القداسة؟ إن الفساد السائد في تلك الزمن، بزمن قبل الولادة، لم يكن عقبة تمنع وجود أولئك الأبرار فيه. ما كان يمنع أنه يكون أكو ناس صالحين، يكون أكو ناس أبرار. بزمننا أيضا أكو ناس صالحين، أكو ناس أبرار، أكو ناس أمناء لكلمة ربنا. بذاك الزمن أيضا كان أكو هالشكل أشخاص. لم يمنع وجود رجل بار مثل لوط بالكتاب المقدس. المدينة كلها خربت بسبب الخطيئة، ولكن كان أكو واحد بار هو لوط. إبراهيم قال لو كان أكو 50، لو كان أكو 40 يا رب هل راح تحرق المدينة؟ لو كان أكو 30 راح تحرق المدينة؟ يقول عفوا لو كان يكون أكو 10 راح تحرق المدينة؟ يقول لو يكون أكو 1 راح أبقي كل شيء. وهذا الواحد كان لوط. كان لوط اللي كان بار أمام ربنا. وفي كل جيل فاسد يستحق طوفان ليغرقه. في كل جيل، في كل مكان يكون أكو خطيئة تستحق أن يصير بها طوفان، فيضان. مثل نوح، المدينة كلها صار أكو فيضان. منو اللي سلم نوح وأولاده. ليش؟ لأنه كانوا بارين أمام الله، كانوا أمناء لكلمة الله. فالله لا يترك نفسه بلا شاهد. ربنا ما يترك نفسه. راح نقول يمكن المسيحية راح تنقرض، لا، لأنه من البداية احنا نقول المسيحية راح تنقرض، ولكن ربنا ما راح يبقي الأرض بدون شاهد، بدون قديسين، بدون أشخاص بارين أمام الله. وهكذا كان العصر الذي ولد فيه
المسيح كان روح الله يعمل، وبخاصة وسط مختاريه اللي كان ربنا مختاره، لكي يمنحهم حياة النصر على ذلك الجو، ولكي يقيمهم شهودا له. هذول الرعاة اللي كانوا لا حول ولا قوة، هذول الملوك اللي كانوا جايين من أماكن أخرى على مود يسجدون للمسيح، لا بل كانت فكرة أنه ياخذون الطفل يودوه للقيصر، وكل الأمور اللي كانت موجودة. فاستحقوا أن يروا ملائكة وأن يتسلموا رسالات إلهية، ويضاف إليهم الرعاة والمجوس الذين عاصروا الميلاد. كان كل أولئك القديسين من أوعيات متعددة، مثل إحنا بيناتنا، أكو من هم بالبيت يعملون، أكو من هم بالعمل يعملون بأي وظيفة اللي كانت، أكو من يعمل بالكنيسة، أكو من يعمل بأماكن متعددة. كانوا من نوعيات تختلف في السن أيضا، كانوا طاعنين بالسن، كبار بالعمر، مثل سمعان الشيخ اللي كان طاعن جدا جدا بالسن، كان كبير، ولهذا يقول الآن أطلق عبدك يا رب، معناته خلص اكتشفت حضور الله، شفت نور الله، هاليوم أخذ أمانتك. زكريا وأليصابات، وكان كلاهما متقدمين في أيامهم، كانوا كبار وربنا ذكرهم بولد بيوحنا المعمدان. وأيضا حنة ابنة فنوئيل اللي كان عندها 83 سنة كانت أرملة، فشوفوا شقد كان عمرها وهي دا تعمل بأمانة بالهيكل. شافت يسوع وقالت يا رب خلاص بعد أخذ أمانتك. كانت أرملة من نحو 84 سنة، وإلى جوارها القديسة العذراء كانت شابة. هذول كانوا طاعنين بالسن، مريم العذراء كانت شابة، وأيضا يوحنا ابن زكريا كان طفل صغير من إجا يسوع على هذه الأرض. وكانت هذه المجموعة من الأبرار متنوعة من جهة العمل، كل واحد من مكانه راح يشهد. كان منهم الكاهن، كاهن زكريا، كان الكاهن من دخل الهيكل على مود يصلي وربنا ظهر وأطال الرسالة. النجار يوسف كان نجار، وسمعان الشيخ كان من علماء الكتاب، كان من علماء اللاهوت، وأيضا المجوس كانوا من علماء الفلك، وأيضا وياهم مجموعة من الرعاة اللي هم كانوا أفقر الناس وأضعف الناس ومتضعين بالحياة أيضا. وأليصابات اللي كانت تعمل بالبيت مثل ما احنا كلنا نعمل بالبيت، فمعناته كل الجهات اللي موجودة بالعمل كان أكو حضور الله واكتشاف الله وين مكانه. هاليوم شلون ممكن نكتشف حضور الله بمكان اللي احنا موجودين به والعمل اللي احنا نعيشه؟ وحياة البر شملت الكل، الأمانة موجودة لكل واحد. شلون ممكن كل واحد من عندنا يقول أنا شلون أعطي الرسالة وشلون أكمل الرسالة، بغض النظر عن السن أو نوع العمل، مما يدل على أن الله للجميع يدعو الكل إلى بره وإلى ملكوته. شكرا جزيلا. نبقى مع الأخت المكرسة ميادة الكرملية اللي راح تكمل حضور الله واكتشاف الله بحياتنا من خلال تأملات الميلاد. رح نبقى في تأمل بصمت شلون ننتظر يسوع بالميلاد. كيف أنتظرك يا رب؟ هل المسيح موضع انتظار حقيقي في حياتي؟ نعيش نحن الآن بانتظار مجيء المسيح في حياتنا هذه السنة في ظل الظروف الصعبة، وهذا ما نسميه المجيء الحالي الذي يتم كل سنة لدى احتفالنا بعيد الميلاد. وتبقى الأسئلة: لماذا لا يأتي المسيح بوضوح؟ لماذا لا يأتي
ويبقى دائما معنا. لماذا يجب أن ننتظره طويلا، أن نبحث عنه دائما، وفي أغلب الأحيان لا نجده، فهو غائب ظاهريا، غير موجود؟ على هذا السؤال نسمع المعمدان يجيبنا ويقول للذين كانوا ينتظرون مجيء المسيح في ذلك الوقت، ويقول لهم وإلنا من خلالهم: المسيح بينكم لكنكم لا تعرفونه. يقول الرب: يا بني، لقد قلت لك في يوم من الأيام بأن كل ما تفعله لأي واحد من إخوتي هؤلاء الصغار، أي لكل من هم حولك، فلي تفعله. إذن هذا هو الطريق الذي سيحضر قلبك ويجعلك حاضراً لاستقبالي. لكن أنت مشغول بأمور كثيرة، لكن الحاجة دوماً إلى واحد. علمني يا طفل الميلاد أن لا أحجب نورك عن الآخرين، بل أفتح الطريق للذين لا يعرفونك. ها إن العذراء مريم في انتظارنا تصلي، لنمسك بيدها كي نفتح الباب الذي يقرع، فيدخل منه طفل الميلاد ومعه مصباح خلاصنا. كل العيون تنظر نحوك يا رب. لقد انتظرناك منذ زمن بعيد، وها إن الوعد قد تحقق. أنت تعرف ما في كل واحد منا يا حامل آمالنا، منا المريض ومنا اليائس، منا المنبوذ ومنا المضطهد، منا السعيد ومنا الكئيب، منا المهتدي إلى النور ومنا من ضاع في الليل. ففي هذه الساعة كن معنا يا نور العالم، امكث معنا يا رب، فقد مال النهار. ضوء النهار يصبح أكثر رقة، ويغطي النهار بجو من الحنان، يغطي كل شيء بسلامك. انشر نفس هذا السلام يا رب على حياتنا. اجعلنا يا رب نفكر من الآن بيوم اللقاء، عندما يقترب ليل حياتنا. اجعل أن يخترقه نورك ويضفي عليه حنانك وسلامك. اجعلنا يا رب نعبر كل ليالي حياتنا معك أنت، عندها لن نخاف شيئا، لأننا نعلم بأن الليل معك ليس ظلاما، بل هو مضيء كالنهار. هذه الليلة ليست كباقي الليالي. إنني أرى كل شيء مختلف عن البارحة، حتى عندما أنظر لنفسي فكل كياني قد تغير، لأن أي مكان يكون فيه المسيح
لا يمكن إلا أن يكون منيراً، لأنه هو نور العالم. معه لا يمكن أن يوجد أي أثر للغيوم أو للعواصف أو للظلام ولا حتى للظل، فكل شيء فيه واضح ومنير. معه كل المشاكل لها حلول. إن مشكلة تلميذ المسيح هي ليست جهله بما يجب عليه أن يفعل، لكن مشكلة تلميذ المسيح هي أنه ما يملك القوة الكافية لأن يفعل ما يجب عليه أن يفعله. فخل نسأل أنفسنا: منو إحنا أمام النور ومع النور؟ تعال يا رب، اجعل من قلبي منزلاً لك، افعل بي ما تشاء، رتبه كما تشاء، استخدمه كما يحلو لك. كن أنت رب البيت، واجعل مني خادماً لك أتوسل إليك. هاك حياتي يا رب، خذها، ها أنا ذا أضعها بين يديك، فأنا أعلم بأنها معك ستكون في أيادي أمينة، وبأنه مهما يحدث لي فأنا متأكد بأني سأظل دوما في النور، لأنك أنت معي، أنت يا نور العالم. إذن خلينا نشوف شنو ننتظر هذه السنة بالذات، وشنو هي الأشياء الضرورية والحلوة اللي نريد أن تولد في حياتنا. خلينا نسأل أنفسنا: هل المسيح هو فعلاً موضع انتظار حقيقي بحياتنا؟ شلون ننتظره وبأي شكل؟ ومن هو المسيح اللي ننتظره اليوم؟ إذن بعض النقاط اللي تساعدنا حتى نعرف شلون يولد المسيح في قلبنا. إذن راح نحتاج إلى الصبر، السهر، نحتاج أعمال محبة، ونحتاج أيضاً اعتراف دائماً. أيضاً نحتاج أن نبحث عن الله في تفاصيل حياتنا اليومية، ونعمل على أن نكمل إرادته ومشيئته بحياتنا. إذن لازم نسعى كل يوم نحو القداسة من خلال الأعمال اليومية البسيطة. إذن لازم علي أن أكون حجر بناء لأخويا، وأن أساعده باحتياجه، أقبل بنقصه وضعفه بإيجابياته وحسناته. وأيضاً أن أحيا التجسد ضمن الكنيسة ويا جماعة المؤمنين ضمن الإخوة. فميلاد يسوع وتجسده قربنا الواحد من الآخر، ودعانا أن نشترك دائماً مع الآخرين، لأن الله يخلصنا مو وحدنا، وإنما يخلصنا مع الجماعة. إذن أحاول أيضاً أن أصلح ذاتي، أن أتغير، أن ما أبقى مثل ما أني، أن أحافظ على صورة الله نقية بداخلي. أيضاً أن أجعل الله في كل حياتي اليومية، أن يكون حاضر بكل تفاصيلها، من دراسة، حياة جماعية وغيرها. ولازم أعيش الأمانة كل يوم، وأن يكون عندي حضور إيجابي وفعال ومشارك ومبادر. وبهذا راح يقدر يولد المسيح فيا
ويغيرني حتى أحيا وأنمو في دعوتي ورسالتي. إذن نطلب منك يا رب أن تملأنا من أمل انتظارك ورجاء حضورك. قل لي أين تنتظرني وأي رجاء تجعله في. تنتظرني في الذين أصادفهم كل يوم فاجعلني أكثر انتباها، وإذا تنتظرني في العمل فساعدني على تملك نفوري وكسلي. فانتظرني يا رب ولا تتركني يا إلهي. إذن لنرفع في نهاية تأملنا صوتنا إلى أمنا مريم العذراء، نطلب شفاعتها إلنا، نصلي إلها بأن تبقى معنا وتعلمنا أن نسهر منتظرين ميلاد المخلص، قائلين ليسوع: تعال أيها الرب، نحن في انتظارك. آمين. لإعطائكم مفهوم الميلاد لكي نعيش بفرح هذه الأيام المباركة. أيها الإله القادر على كل شيء، لقد أفاض علينا تجسدك بميلادك نوراً جديداً، ليضيء هذا النور بالإيمان بصائرنا، وليكن هدى لحياتنا وأعمالنا. شكراً جزيلاً للجميع على تعبكم وجهودكم. اليوم الثاني نكمل مع السوق الخيري، نتوجه جميعاً للمشاركة بالسوق الخيري في القاعة العليا.